المراية اختراع غريب. بعض المرات ما كنفهمش الهدف منها. واش صيبناها باش نشوفوا ريوسنا كيما حنا دايرين، ولا باش نبقاو مركزين على داكشي اللي ما كيعجبناش في حالتنا؟ داكشي اللي تالمون ما كيعجبناش كنرجعوا نشوفوه ديما في المراية، ونديروا مجهود كبير معاه باش ما يبقاش يبان لينا وللناس اللي لاحظوه. داكشي اللي كنسميوه عيوب. ولكن واش بعدا بصح كاينه شي حاجه سميتها عيوب؟ انت ما زوينش وفي نفس الوقت ما خايبش. جمله منطقيه واخا تبان جامعه تناقضات. الصحة ديالها دفناها تحت الصباغة والعمليات. انت ما زوينش وفي نفس الوقت ما خايبش، جملة اللي جامعة بين جوج د المتناقضات، واللي هما السوارت اللي غنحلو بهم جوج ديال العوالم: عالم الحقيقة وعالم القيمة. عالم الحقيقة هو واحد العالم اللي مضبوط، مفهوم، المقادير ديالو كنوصفوها بالرياضيات. هذا عالم كيتفسر، منجم كنديرو فيه التنقيب باش نوصلو لشنو كاين في القاع. عالم الحقيقة سيمفونية محكومة بالنوطات ديال القوانين الكونية، اللي هو عالم العلم التجريبي. عالم الحقيقة قصر لأول حجرة تحطات فيه هي القواعد ديال الاستدلال المنطقي، اللي بيه كندوزو من مقدمات لنتائج صحيحة. ومن أول الجمل اللي تنقشات على حيوط هذا القصر هي هذه: كل إنسان على هذه الأرض غادي يموت. سقراط إنسان، إذا سقراط غيموت. هذا الاستدلال يمكن يتفهم بهذه الطريقة: كل إكس عنده الخاصية أ، إيكغيك من النوع ديال إكس، إذن إيكغيك عنده الخاصية أ. عندنا إذن جوج مقدمات واستنتاج. المقدمة الأولى: كل إنسان على هذه الأرض غادي يموت. المقدمة الثانية: سقراط إنسان. استنتاج: سقراط غيموت. هذا النوع ديال الاستدلال المنطقي كيتسمى استنباط، لأنه داز من العام اللي هو جميع الناس للخاص اللي هو سقراط كإنسان واحد. ولكن شنو غادي يطرا الا بدلنا المثال وزدنا واحد المسألة جديدة؟ اي واحد عنده شعر كحل خايب. عثمان عنده شعر كحل، اذا عثمان خايب. هذا المثال كيتبع نفس ستركتور تاع المثال الاول. كل اكس اللي هما الناس اللي شعرهم كحل عندهم خاصية ا اللي هي الخيوبية. إيكغيك اللي هو عثمان من هاد الناس اللي شعرهم كحل، اذا إيكغيك اي عثمان منطقيا خاص تكون عنده الخاصيه ديال اكس اللي هي الخيوبيه. الاشكال في هذا المثال هو انه واخا كيحترم ستركتور تاع الاستدلال الاستنباطي، ولكن كاين خطا في المقدمات ديالو، وبالضبط الاولى. لانه الا كانت جمله عثمان عنده شعر كحل صحيحه وممكن نتاكدوا منها بطريقه علميه، وهي غير وصف دقيق للون ديال الشعر ديال واحد الشخص، فراه جمله اي واحد عنده شعر كحل خايب كتخرج من العالم د الحقيقة وكتدخلنا لعالم آخر اللي هو عالم القيمة. عالم القيمة عالم خاوي، عالم اللي ما كاينش بلا بينا، عالم ما كيبان حتى نشوفو فيه، ما كيعيش حتى يعيش فيه شي حد. عالم فوضوي، عالم فني، شو بألوان وشخصيات وموسيقى. هو عالم اللي عايش وسط من عالم الحقيقة، وحتى حد فيهم ما كيقيس الآخر. جوج د البحور فرقهم المنطق ببرزخ. هاد العالم ما فيهش قواعد صارمة بحال ديال عالم الحقيقة. الإنسان فيه خالق ومخلوق، باني وهدام، قائد وخاضع. هنا كندخلوا العالم الذاتية وماشي الموضوعية. والمثال السابق باقي الكلمات ديالو كتزنزن في هاد العالم. استعمال كلمة خايب في جملة أي واحد شعره كحل خايب هي كتسمى بحكم القيمة، لأن الجمال ماشي مقدار اللي نقدروا نديروا ليه قياسات في المختبر. ميمكنش نصيبوا معادلة رياضية اللي كتكونتيفي الجمال وتعطيه وحدة، بحال وحدة نيوتن اللي كنعطيوها لشدة القوة، أو وحدة الأوم اللي كنعطيوها للمقاومة الكهربائية. جملة أي واحد شعره كحل خايب محتاجة دليل وبرهنة على أن اللون الكحل في الشعر عنده خاصية سميتها خايب، اللي ممكن نكشفوا عليها
ونعبروها بتجربة علمية، وماشي غير كلمة كتوصف ذوق معين ديال شي إنسان. هاد المسألة ماشي غير نقاش فلسفي نظري، حيت هاد حكم القيمة بان التأثير ديالو في الواقع اللي كنعيشوه، فيما يسمى بمعايير الجمال. معايير الجمال هي المواصفات اللي خاص بين قوسين الإنسان تكون فيه باش يتسمى زوين، وهي واحد المواصفات اللي كتبدل على حساب المكان والزمان. فتقدر تلقى باللي كاينين بلايص في العالم كيجيهم الجسم العامر زوين على الجسم الناشف، او العكس في بلايص اخرين، وهادشي طبعا كيتبدل على حساب الحقبه الزمنيه. المشكل ديال معايير الجمال من غير انها امور ذاتيه، يعني مجرد اذواق اللي كتختلف من عند شخص لاخر، وما كاينش قاعده موضوعيه اللي كتوحد هادشي، بل حتى مشكل ديال شكون كيحط هاد المعايير. كوكا كولا، نتفليكس، سوني، سامسونج، دانون، مرسيدس. غادي تدور راسك غادي تلقى باللي دايرين بيك غير السميات ديال الماركات الاجنبيه اللي مواليها بعاد عليك بمسافات طويله، ولكن السلعه ديالهم قدرات توصلك واخا راك عايش في دول ديال العالم الثالث. هادشي نتيجه تاع ما يسمى بالعولمه. الاقتصاد ما بقاش حبيس واحد الزون صغيره كما كان شحال هادي، ولكن ولا منفتح على العالم كامل. الخدمات ولي برودوي كيسيركوليو بسلاسة في كل بلاصة. العولمة القائد ديالها هو العالم الغربي. أقوى عالم هو اللي غيحكم العالم، أقوى عالم هو اللي كيأثر في العالم. غير هو راه ماشي غير لي سيرفيس ولي برودوي ديالهم اللي وصلونا، بل حتى معايير الجمال ديالهم. فالبشرة البيضاء، الشعر الرطب، الجسم النحيف ولاو هما ستوندار اللي بزاف ديال الناس بالخصوص النساء كيحاولوا يوصلوا ليه. الماركتينغ تاع شركات الكوزميتيك قدر انه يستغل العقدة ديال الناس اللي هي عدم الرضا ديالهم بالجسم ديالهم كيفاش داير، وكره الذات ديالهم، باش انهم يبيعوا ستوندار ديال الجمال اللي خاص الواحد يوصل ليه، لدرجة انه المستهلك يقدر انه يوليو عنده اضطرابات غذائية بحال البوليميا او الانوركسيا، غير باش يتسمى وصل للهدف اللي هاد الشركات عارفة يقينا انه حتى شي واحد ما غيقدر يوصل ليه. الجملة تاع انت ما زوينش ولكن في نفس الوقت ما خايبش، واخا كتبان غريبة او لا حتى مضحكة للبعض، ولكن راه هي الاكثر منطقية الا جينا نتعاملوا مع الجمال بطريقة علمية. لانه ببساطة الوصف ديالنا لشي حاجة بالجمال راه مجرد تعبير على الاحساس اللي كنحسو به فاش كنشوفو شي غرض ولا انسان. وما يمكنش لينا حتى منطقيا اننا نعتبر خاصية الجمال خاصية موضوعية. الا كان الواقع لوحة، فعالم الحقيقة غنشوفوه غير كألوان واشكال هندسية استعملت خاصيات رياضية باش تمثل واحد الجزء من العالم. ولكن عالم القيمة هو اللي كيخلينا نشوفو اللوحة كفن، كمجهود اللي يقدر يبكينا، يفرحنا، يديرونجينا، ولا يفوج علينا. عالم القيمة هو فين كنعطيو تأويل للوحة. عالم القيمة هي فين كنعطيو قيمة للحقيقة. حكم القيمة في جمال الإنسان هو واحد الحكم اللي ممكن يكون غير صحي وخطير، وقدر يخلق أفكار مرضية وعنصرية، لدرجة أنه ماشي غريب تشوف تعليقات اللي كتسخر من الناس الكحل وكتوصفهم بأوصاف دنيئة لمجرد أنهم كحل. اللي ما عرفوش الواحد هو أنه جزء من هذه العنصرية راه راجع لمعايير الجمال اللي ولا مآمن بيهم بلا ما يحس. معايير الجمال الأوروبي، معايير جمال أورو سونتريك، الحاجة اللي ولات كتخلي الواحد أنه يقدر يوصف إنسان كحل بالحيوانية لمجرد أنه ما كيتوفروش فيه معايير جمال حطاهم شركات اللي همها الوحيد هو الربح على ظهر عقد النقص. الاستهلاك في الوقت المعاصر ما بقاش مقتارن غير بالماكلة وبالشراب، بل ولا داخلين فيه حتى الأفكار. ولهذا
ربما حماية الإنسان دابا في عالم الاستهلاك ميمكنش يكون غير بقانون حماية المستهلك، بل بالتنمية ديال التفكير النقدي ديالو. هادشي اللي كاين هاد الساعة. ماتش لوف. دايس. اوت.